عظيمنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، كلنا قد رأى ما حل في إخواننا في الشمال السوري من قصف المخيمات، وكلنا قد حزنا، وربما بعضنا بكى على ذلك وتقطع قلبه على ذلك، فإنهم إخواننا وآباؤنا وأبناؤنا. كلنا حزن لذلك، ولكن لا بد أن نعلم أنه يجب أن لا يكون ذلك دافعا لليأس في قلوبنا، فإن اليأس منهي عنه في ديننا. نعم، ابتلينا وتكالبت علينا الأعداء، ولكن يجب أن لا نيأس، فإن اليأس محرم في ديننا. ولا بد أن نعلم أن البلاء قد يأتي لرفع المقام، وقد يأتي للتنبيه، وقد يأتي لكفارة للذنوب. وقد جاء عن النبي مما يدل على أن البلاء رفع للمقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه، بمعنى أن الله يبتليه في نفسه أو ولده أو ماله ليرفع مقامه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن البلاء يرفع المقام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومما يدل على أن البلاء مكفر للذنوب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. مع هذا عباد الله، قد ابتليت الأمة، وكلنا الآن يرى الأمة وهي في البلاء، ولكن لا يجوز لنا أن نيأس، فإن اليأس منهي عنه في ديننا. فإن الله قال في محكم تنزيله على لسان نبيه: ولا تيأسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما يجري في هذا الكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أصابتكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل مقدر، فلا يجوز لنا أن نيأس من ذلك، ولا بد أن نعلم أن الله يرانا، وأن ذلك كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك البلاء كما قلت في بداية المقدمة إما للتنبيه أو لرفع المقام أو كفارة للذنوب. نعم، واقع الأمة مؤلم كلنا، فلا يخفى على ذو بصر ولا ذو عقل أن الأمة في وضع مؤلم من القتل والتشريد والتهديد، وتكالبت عليها الأعداء. ولكن كما قلت لا يجوز لنا أن نيأس،
لو حصلت هذه الشدة والزلازل على الجبال لأزالتها، غير أن هذه الأمة لم يخبو سراجها يوما. كيف لا وهذه الأمة تسمع دستورها يقول، تسمع ربها يقول في محكم تنزيله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كيف لا وقد ضمن الله سبحانه وتعالى بانتشار نوره في الأرض، فقال سبحانه كيف لا وقد ضمن الله لها النصر، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كيف لا وقد قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كيف لا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف لا نتفاءل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبث فينا التفاؤل والأمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد الظروف يبث في أرواح أصحابه التفاؤل والأمل. مما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوذي في مكة خرج مهاجرا إلى المدينة خفية، فقالت قريش: من يأتي به نعطيه 100 من الإبل. وهو في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم دخل في غار متخفية، فلحق به المشركون حتى وصلوا إليه، فنظر، وكان معه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فنظر أبو بكر فقال: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم بصره لرآنا، لو نظر أسفل قدمه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الخوف في عيني أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يبث التفاؤل والأمل في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد خرج النبي الأصل فيها أنهم خرجوا، سمعوا بأن عيرا لقريش ستمر من أمام المدينة، خرج النبي مع بعض أصحابه ليأخذوا العيرة، الجمال محملة في بضائع لقريش، ليأخذوها ويردوا بعض أموال المهاجرين. وهم في الطريق سمع المشركون بذلك، فأرسلوا لقريش، فجهزت قريش جيشا كان عدده قرابة 1000، وكان الصحابة رضي الله عنهم 300 شخص، ولم يكونوا مستعدين للحرب. ولكن بعدما فرض عليهم وتعين عليهم الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يبث التفاؤل والأمل في قلوب أصحابه، فيقول لهم: هنا سيقتل أبو جهل، وهنا سيقتل عتبة، يبث روح الأمل والتفاؤل في قلوبهم. فهذا ديننا، فلا بد من الأمل والتفاؤل في ديننا، ولو تكالبت الأعداء لا بد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التفاؤل. في غزوة الأحزاب جمع المشركون من جميع جزيرة العرب الجيش، وكان جيشا كبيرا، وأتوا بمعدات كثيرة، أتوا وحاصروا المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهم أمر الصحابة بحفر خندق حول المدينة حتى لا يدخلوا إليهم، وهم يحفرون الخندق خرجت لهم صخرة كبيرة ولم يستطيعوا أن يكسروها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحزن في أعين أصحابه والتعب، فكان كلما يضرب ضربة يقول: الله أكبر، فتحت كسرى، ثم يضرب الأخرى يقول: الله أكبر، فتحت المدائن، يبث الأمل في قلوب أصحابه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا بد من الأمل، ولا يجوز لنا اليأس. نعم، تكالبت الأعداء، فما بعد الضيق إلا الفرج، ولن يغلب عسر يسرين، وإن الله معنا وإن الله لناصرنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.